السؤال 29: هل يعد إسبالا إن كان اللباس بنطالا أعلى الكعبين مع ارتداء جوارب تصل إلى البنطال؟ هذا ليس إسبالا. الإسبال لا يكون إلا بإرسال شيء من علو، هكذا إسبال في اللغة لا يكون إلا بإرسال شيء من علو إلى سفل، هذا هو الإسبال، هكذا أسبله كأنه ينزله. ولأجل هذا هذا الإسبال حتى يكون إسبالا ممنوعا ومنهيا عنه شرعا ينزل فيه، يرسل فيه الإنسان ثوبه من العلو، من الثوب الذي يلبسه، سواء كان ثوبا من كتفيه أم كان ثوبا لجزئه السفلي كلبس السراويل مثلا، إن أرسله إلى أن جاوز الكعبين حينها يسمى ذلك مسبلا. أما ما كان خاصا بالقدمين من كالجوارب مثلا هذا لا إسبال فيه لأنه من الأسفل إلى الأعلى. وأنبه أخي السائل أن كلمة بنطلون أو بنطال هذه فيما أحسب ليست عربية فصيحة. الفصيح الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلمة السراويل، والسراويل والجوارب هذه لا ترتدى، الارتداء يكون لللف، يلف الإنسان ثوبا على جسده العلوي، هذا يسمى ارتداء، يرتدي ثوبا. أما ما يفصل على مقدار الجسد كالسراويل مثلا أو كالجوارب فهذا يسمى لبسا في اللسان العربي وليس ارتداء، والله تعالى أعلم.